ايه ايه ده؟ ايه ده؟ ده في صوت. انا بسمع صوت حد بيكلمني. ده الصوت ده جاي منين؟ اه ايه ده؟ ده صوت جوه بطني. بطني بتكركب كده ليه؟ اه شكلي تقلت بالاكل النهارده. هو في حد ماشي ورايا ولا ايه؟ مسكتك بتمشي ورايا ليه يا بارد؟ مش مكفيك الشارع كله ولا هي غلاسة وخلاص؟ قول عاوز تتخانق؟ يلا تعالى هنا، خوفتني بطل تمشي ورايا ممكن؟ مساء الخير، أنا نادرة جورج. اللي ما يعرفنيش بقدم حلقات بسيطة مختصرة عن الشغل الأونلاين وإزاي تبدأ طريق واضح جدا لمشروعك اللي دايما بيتفكر فيه في دماغك. إزاي تكتشف مواهبك فعلا وتطورها، إزاي تبدأ من الصفر بأقل تكاليف. بقدم حاجات بسيطة وواضحة جدا لكل المبتدئين في أي مجال. تابعوني، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وكومنت، وكمان تتابعوني على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. ابعتولي اي استفسارات على البرايفت، انا معاكم دايما وهساعدكم. كل صوت وليه قصة وحدوتة كبيرة قوي. في ناس صوتها بيوصل للقلب على طول، في ناس صوتها بيغير حياة ناس كتيرة، في ناس صوتها ممكن يخلي ناس تانية تشفى من أمراض نفسية كتيرة، في ناس صوتها ممكن يخليك تحب نفسك من تاني، في ناس صوتها ممكن يخليك ترجع عن اليأس اللي بتفكر فيه دايما، تبدأ خطوة جديدة النهاردة. في ناس صوتها ممكن يخليك تقف عن الانتحار، في ناس صوتها ممكن يغير كل طريقة تفكيرك، في ناس صوتها ممكن يضحكك ويرسم الابتسامة عليك بعد ما كنت نسيتها خلاص، في ناس صوتها ممكن يصلح أي حاجة اتكسرت، وفي ناس صوتها ممكن يصلح بين اتنين زعلانين بقالهم كتير قوي. خليك متأكد إن صوتك مميز، مفيش حاجة اسمها صوتي مش حلو أو صوتي ما ينفعش. كل الأصوات تنفع وكل الأصوات تقدر تستخدمها، بس المهم تستخدمها ازاي، تستخدمها امتى، وتستخدمها فين. انا الحقيقه ما كنتش بشتغل فويس اوفر ولا عندي خبره كبيره في المجال، وعشان كده احنا مبتدئين مع بعض في الفويس اوفر، وحابه اشارككم كل حاجه من بدايتها خالص. وللاسف انا بقالي سنين بفكر في الفويس اوفر وبفكر ازاي انفذه، ولكن ما كنتش باخد الخطوه. انا استفدت وانتوا كمان لازم تستفادوا، واكتشفت 5 برامج اقدر استخدمهم في الفويس اوفر او في استخدام صوتي او الغنى او العزف. 5 برامج ملهمين مجاني من الموبايل فقط. لو عندك موهبة الغنى أو صوتك حلو ومش عارف تستخدمه، لو عندك موهبة الإلقاء أو الكلام، أو نفسك تحكي قصص وتلخص أفلام، لو نفسك تجرب الفويس أوفر وتشوف الموضوع هيكون عامل ازاي، لو مش بتفكر انك تشتغل بس حابب ان انت تستخدمها كحاجة مضحكة تنزلها على السوشيال ميديا او تحتفظ بيها لنفسك. أول برنامج هو دولبي أون، برنامج تسجيل صوتي وفيديو بدون أي مؤثرات خارجية، يعني صوتي الحقيقي هو اللي بيكون في الفيديو فعلا، وأنا بقدر أستخدمه بكذا طريقة. ممكن أغير صوتي أنا بنفسي وأنا اللي بصنع التغيير ده، لكن البرنامج بيحافظ على الصوت الأصلي. بس كمان في حاجة، التقنية بتاعته عالية جدا وبتزيل أي ضوضاء خارجية وأي حاجة مش مظبوطة في الصوت. يعني أنت لو جيت تسجل على دولبي أون أي عزف أو غنى، أي قصص أو تلخيصات أو أي حاجة، هتلاقي فيه تقنية عالية ونظافة في استخدام البرنامج. تسجيل دخول، بتدخل على طول تلاقي الفويس، ممكن أول ما تقول ستارت تسجل أي حاجة وتحفظها من فوق على موبايلك. باند لاب هو منصة كبيرة جدا أقدر أعرض فيها كل شغلي. بتدخل البرنامج بتلاقي أغاني وستوريات من فوق وحاجات كتير، وبتعرف إن هي منصة ممكن أنشر عليها أي شغل، بس بتلاقي حرف الزائد ده من تحت، بتدوس عليه بتلاقي كذا حاجة من فوق. تراك تايب يعني نوع الميوزك أو تراك اللي أنا هقدر أنزله أو استخدمه، سواء هنشره على البرنامج أو هعمله سيف على موبايلي ومش هنشره.
في التراك تايب هلاقي حاجات كتيرة، أولها import file. import file بمعنى لو في أغنية أو فيديو أو مقطع فيلم أو أي حاجة مسلسل أنا عايز أدخل صوتي جوه الفيلم أو صوتي جوه المسلسل، وأعمل ميكس ما بين صوت المغني وصوتي وأعمل زي ميدلي، أقدر أعمل كده من import file. تاني حاجة هو الأوديو، وإن أنا أسجل حاجة بقدمها على البرنامج وأعمل لها حفظ من فوق أو إن أنا أعمل لها نشر على البرنامج. رقم 3 درام ماشين. الدرامز طبعا، وموهوبين الدرامز وعازفين الدرامز أكيد هيقدروا يفهموا يستخدموها بطريقة احترافية، أو اللي حابب لسه يتعلم درامز ومبتدئ فيه. رقم 4 اللوبر، وهو عبارة عن إن أنا بحط صوتي على الموسيقى اللي شغالة، يعني بعمل تراك جديد من أغنية زي اللي بيبقى حاجات كوبي من الأغاني الأصلية، أحط الموسيقى وعليها صوتي سواء أغنية أو كلام وبس كده. رقم 5 virtual instrument، آلات موسيقية عزف محمولة، يعني بيطلع لي الآلة قدامي أعزف على الآلة وكأنها قدامي. يعني أنا ما عنديش آلة في البيت وما عنديش بيانو ولا جيتار ولا أي حاجة، أقدر أنزل البرنامج وأتعلم إزاي أعزف. ممكن أطلع حاجة من على النت ليها علاقة بتعليم البيانو أو أي فيديو على اليوتيوب إزاي أتعلم البيانو أو الجيتار، أي آلة، وأقدر أتعلمها من البرنامج ده. برنامج خرافي وكل ده مجاني. رقم 6 سامبلر، دمج الصوت مع الميوزك. إزاي؟ يعني أنا عندي ميوزك معينة أنا عازفها أو أنا جبتها من على النت وعندي صوتي أنا مسجله وأنا اللي عامله، أو صوتي جايبه من على النت أو أي صوت بالذكاء الاصطناعي، وأحطهم على بعض ويبقوا صوت وميوزك، وأنا عملت الاتنين. يعني ممكن أعزف ميوزك على أي آلة وأسجلها، وأنا أكلم أو أغني وأسجله وأحطهم على بعض زي الموسيقيين المحترفين، وكل ده مجاني. بصراحة باند لاب مبهر أكتر ما تخيلت، ما كنتش أعرف إن في برنامج مجاني بهذا الاحتراف وهذا القدر من الحاجات الكتير اللي ممكن أستخدمها في برنامج واحد بس. يعني أنا لو عايزة أستخدم باند لاب وأنا موسيقى عازف مغني أي حاجة، حتى لو هستخدم الفويس أوفر لمجرد إن أنا موضوع فكاهي بالنسبة لي أو ممتع بالنسبة لي. تالت برنامج هو الفويس تشانجر ويز افكتس. ده البرنامج اللي بيحط مؤثرات على صوتي. يعني ايه؟ يعني بصراحة المؤثرات مضحكة ولذيذة ومش هستخدمها كتير في الفويس اوفر، ممكن كده يعني من باب الضحك او فاني، بس موضوع ممكن لو انا بقدم محتوى او ان انا عايز استخدمه في اي حاجة، ممكن الموضوع ده يكون مفيد جدا بالنسبة لي. انا دوب بدخل البرنامج تسجيل دخول، بلاقي تسجيل من فوق، بسجل صوتي اي اغنيه اي حاجه، وبلاقي اصوات كتير جدا تحتيها اقدر اعملها كريبورت هتلاقيها مختلفه عن بعض. رقم 4 الفويس اوفر ريكورد دومور، وده تسجيل صوتي بدون اي مؤثرات خارجيه. خامس برنامج بقى وهو البرنامج الاقرب الى قلبي، تسجيل صوتي بصدى صوت خارجي مميز جدا ومحترف وفيه تعديلات كتيرة قوي. مش بس كده، أنا ممكن أسجل صوتي فيديو صوت وصورة زي ما أنا بتكلم دلوقتي بصدى صوت. البرنامج مجاني، هتفتح البرنامج ممكن تلاقي عروض إن أنت تدفع عشان تجيلك مؤثرات أكتر أو حاجات أكتر، ولكن أنت عاوزه مجاني فهتلغي العلامة دي وتبتدي على طول تسجل فيديو أو فويس. هتلاقي 4 اختيارات. أول اختيار import، إن أنت تعدل على حاجة موجودة عندك على الموبايل. رقم 2 فيديو، إن أنت تسجل فيديو فعلا صوت وصورة وأنت بتتكلم، وهو هيغير صوتك بنفسه بدون أي تعب منك وبدون أي فلوس. موضوع سهل جدا، تعمل سيف للفيديو من فوق وخلاص. الكويك ريكورد بصراحة أنا ما جربتوش، ولكن هو ريكورد سريع في الغالب هيجري صوتك بشكل مختلف. والنيو بروجكت برضو ان انت تعمل ريكورد برضو بطيء شوية، بجد لازم تجربوا البرنامج كويس جدا، وكل ما تدخلوا فيه هتفهموه اكتر، ويعني الدنيا هتتطور معاكم اكتر. واكيد في برامج كتير جدا، واكيد ده مش ال5 برامج الوحيدين اللي انا ممكن استخدمهم في الفويس اوفر، بالعكس اكيد الموضوع واسع قوي وكبير قوي ان انا احطه في فيديو واحد. لكن دول اكتر 5 برامج عجبوني ولفتوني وحسيت ان تعاملهم سهل قوي ومجانيين ومختلفين قوي عن بعض.
ودي كانت حلقتنا عن البرامج اللي هتقدر تساعدك في استخدام صوتك بشكل مختلف، سواء غنى أو عزف أو كمان إلقاء حاجات مختلفة وبسيطة وإبداع للفويس أوفر على فيديوهات على السوشيال ميديا. ما تنسوش تتابعوني وتعملوا سبسكرايب للقناة. يلا أشوفكم في حلقات جاية كتير.